حياكم الله واهلا وسهلا بكم. ما يلام الاهلي على خساره الدوري، لان الاهلي فعليا ضحى بالدوري عشان الاسيويه. يعني اسمعوا نصيحه الحكم الرابع اللي قال لهم ركزوا على الاسيويه، وفعلا يعني ركزوا عليها، بذلوا جهد كبير فيها وجابوها، وهذا اثر عليهم لياقيا في الدوري. لان حسب كلام المحللين الرياضيين ان الاهلي يعني خسر من النصر بالشوط الثاني، لياقيا كان ضعيف الاهلي وقدر النصر يفوز عليه، واهداف النصر اساسا يعني ما جت الا في نهايه الشوط الثاني. وطبيعي الاهلي بيكون ضعيف لياقيا، لان اللاعبين بشر، ما يستحمل الواحد فيهم يلعب بطوله اسيويه قويه وبعدها باربع ايام يلعب مباراه مصيريه مع النصر في الدوري. والنصر اساسا مريح اكثر من الاهلي، النصر مريح اسبوع كامل قبل المباراه، ومريح كان يلعب في اسيا 2 يفوز 4 و5 وكانها مباريات وديه. والاهلي عكس النصر مجهد، يلعب في النخبه الاسيويه وهي بطوله قويه، ولا ريح الا 4 ايام قبل مباراه النصر. فالنصر يعني لعب مرتاح مع الاهلي، والاهلي لعب مع النصر وهو مجهد لياقيا. يعني كنا متوقعين فوز الاهلي على النصر، وان الاهلي يبقى في المنافسه. ما توقعنا نهائيا ان النصر يفوز. الاهلي كان مقدم مستوى قوي في الاسيويه ومعطيك ايحاء انه ضامن نتيجه النصر، لكن للاسف تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. على الاقل كانت تنتهي تعادل، يصير الاهلي لا زال في المنافسه مع عمل ضعيف، لكن خلاص الاهلي خرج رسمي من الدوري بعد الهزيمه. وطبعا يعني اكيد في اخطاء على مدرب الاهلي ماتياس ياسله، كان على الاقل يقدر يطلع بنتيجه التعادل. وديميرال يعني لاعب الاهلي، يعني اللاعب البطل بطل المباراه، كان متنرفز، يعني كان على ماتياس ياسله المفروض يحطه بالدكه. اللاعب متوتر طول المباراه، متنرفز قبل المباراه، متسبب في الشحن الجماهيري، فالمفروض يعني يريحه في الدكه المدرب ويعتمد عليه في الشوط الثاني. لكن خلاص طارت الطيور بارزاقها، فاز النصر والاهلي قفل الموسم، ويعتبر موسم جيد للاهلي. بطولتين سوبر واسيويه، يعني بطولتين من اساس 4 شارك فيها، جيد نوعا ما. الاهلي شارك في السوبر والدوري وكاس الملك والاسيويه، حقق السوبر والاسيويه وخسر الدوري وكاس الملك. يعتبر يعني موسم لا باس فيه للاهلي، ولو ان حلم الجماهير الاهلاويه في بطوله الدوري، لكن القادم افضل. وشكرا لكم.